السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا شباب؟ معاكم تريو كودر بروجرامينج ويب سكول في فيديو جديد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلا بينا نبدأ في فيديو جديد بإذن الله. الفيديو ده يعتبر أول فيديو بجد بجد في تعلم السي شارب ومبادئ السي شارب والسي شارب بيزكس. إن شاء الله هنعرف النهاردة حاجات اسمها فاريبل، هشرحها لك يعني ايه فاريبل وهفهمك ده كله. بص، تعال نبدأ بالجزء الأول هنا. بص يا معلم، What is the meaning of variable؟ variable هي عبارة عن متغيرات. طب ايه المتغيرات دي؟ الفاريبلز هنا بتساعدك انها تعمل ايه؟ ان انت تشيل جواها داتا. الداتا دي بيبقى ليها داتا تايب. يعني ايه؟ يعني في الفاريبل ليها سينتكس معين يتكتب بيه. هنشوفه ده كله، بس هعرفك يعني ايه فاريبلز الاول. حلو حلو. يبقى احنا عرفنا ان الفاريبل هي عبارة عن مخزون، يعني اكنه ستورج ليك، انت بتحط فيه اي حاجه بقى عايز تحشيه، بس مش هتحشيه اي حاجه، لازم تحشيه نفس نوع الداتا. نفس نوع الداتا اللي انت مدخلها لازم تبقى موجوده في نوع الفاريبل اللي انت هتعمله. يعني ايه؟ يعني قال لك اول حاجه ان الفاريبل ليها رولز. يعني ايه يا معلم ليها رولز؟ وما ايا يكن ان احنا مثلا هنعمل الفاريبل بتاعنا string، نعمله string نص. حلو. لازم الفاريبل ما يبقاش بعيد عن بعضه. يعني بص، ده الفاريبل نيم ده refused، اكتب لك اهو refused، وتعالى نعمل له كومنت refused. حلو حلو، يبقى اهو ده كده refused. حلو، تعالى نعمل كومنت بعد ما ايه نخلص شرح. طب تعالى يا عم، ادي نعمله برضو string دي الداتا تايب اللي احنا باذن الله هنشرحها بالتفصيل في الفيديوهات القادمه. يعني بعد فيديوهات الفاريبل باذن الله السلسله الجايه هتبقى شرح الداتا تايب بتاع الفاريبلز. حلو حلو. ماشي يا معلم، اهو اول حاجه اهو بص مديك ايرور. انت لو دوست عليه هنا كليك يمين، بص convert هنا ايرور syntax ايرور syntax ايرور اهو syntax ايرور. تعالى يا عم نكمل، مثلا نكتب فيه اي حاجه يا عم. انت هتقول ممكن مثلا الايرور يبقى اسمه ايه ده اهو، مثلا هنحط فيه يا عم اهو اسمي مثلا اهو. بص برضو ايرور ما ينفعش. ليه؟ لان السنتكس ده في الفاريبل ما ينفعش يتكتب، اللي هو السنتكس بتاع ماي نيم ما ينفعش يبقى فيه سبيس. بس لو جيت كتبت كده بص اتقرا عادي اهو اهو. بص بص ما اداليش ايرور. ليه؟ لان ده سنتكس الفاريبل، هو ده سنتكس الفاريبل، ده السنتكس المظبوط اهو، ده اهو true right syntax. جميل، ده الرايت سنتكس بتاعك، ده هو السنتكس كود اللي المفروض يتكتب بيه في اي فاريبل. طب ايه تاني مرفوض؟ ما ينفعش تيجي تبدا الفاريبل بتاعك مثلا وايا كان النوع التايب بتاعه ايه، ما ينفعش مثلا تبتدي بايه، باي زي مثلا هاش، بياهو، باسمه ايه دي اللي هي نوت ايكوال دي، نوت دي احنا بنسميها نوت، دي النوت. تمام. مثلا بالبيرسنت او الموديولز بالاند، وهنشرح ده كله قدام. ما ينفعش بالباي، ما ينفع ده كله، ده كده ده كله ما ينفعش تبدا بيه اسم الفاريبل. طب مش مصدقني اهو يا عم، اهو يا عم اهو اهو اهو. بص قال لك ايه؟ الفاريبل my name is assigned but its value is never used. هو assign بس الياهو مش مخليه معمول له ديكليريشن. يعني ايه ديكليريشن؟ ديكليريشن اللي هو assignmentation. يعني ايه؟ يعني ديكليريشن اللي هو بيعرفه ان هو إيه؟ يعني الفاريبل ده اسمه مش متعرف. تمام. فدي كده برضو اهو refused. يبقى اللي احنا عرفناه ان الرايت syntax اهو، هنكتبها لك كده ان الرايت
syntax of variables اهي، هكتبها لك هنا تحت بعض. تعال بقى ايه، نهيش ده كله كده او نمسحه، لا نمسحه. تمام تمام، يبقى انت كده عرفت يعني ايه فاريبل، ان هو المخزون اللي بيتحط فيه التايب. لازم تعرفه الاول بالتايب اللي انت تحط فيه الداتا، وبعد كده تحشر فيه الداتا اللي انت عايزها. حلو، عرفنا الرول بتاعت الميك فاريبل، ما ينفعش يبقى اوله ساينز اللي هو زي الياء والحاجات دي، ما ينفعش تبقى الكلمه الاولى بعيده عن الكلمه الثانيه، لازم تبقى لازقين في بعض. هقول لك بقى الرايت سنتكس بتاع الفاريبل. بص يا معلم، انت ممكن تكتب الفاريبل بتاعك. بص تعالى بس ايه نكتب الداتا ده، تعالى نعمله بس ايه اهي. تعالى نعمل كذا واحد كده عشان نعوزهم. ماشي اه. لازم اولا انت لازم يبدا بسمول اهو، لو انت مش عايز يلزق في بعض اهو. تمام اهو. يا عم تعال بس نكتب فيه اي حاجه، مثلا هنكتب فيه محمد، وهناخد دي ايه. ما تنساش طبعا ايه البوينت الكولوم دي اللي في الاخر. تمام تمام اهو. حلو حلو، نسميه كده اهو. عادي 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 اهو. نسميه ازاي تاني ممكن؟ ممكن يا عم مثلا تحط ايه، تحط ايه، لا اهو. بص ده كيرور، ما ينفعش، كنت بختبرك، ما ينفعش برضو تحط الساينز ولا في الاول ولا في الاخر ولا في النص، ما تستخدمهاش خالص. حلو، هي يعني دي اسماء الفاريبلز المتعارف عليها، ان انت يا تحط سلاش، لا اسمه ايه ده سلاش دي في النص، يا تكتبه لازق في بعض. بس ما برجحش ان هو لازق في بعض، عشان ايه يعني مش هيبقى لطيف، يعني مش هيبقى حلو. انت كمان لازم تبقى معرف الحاجه اللي انت تعملها صح. how to declaration الفاريبل بقى. بص يا معلم، هنعمل variable string هنسميه names. هنسميه ايه؟ هنسميه names. هنحط فيه يا عمنا، هنحط فيه ايه؟ هنحط فيه names. يعني بص سهل ازاي، نحط فيه محمد، نحط فيه، طبعا انت لما بتنقل السنتكس بين حاجه وحاجه ده اسمه string. ده كده اسمه اهو، ده اهو اسمه string. عشان هيستنى، عشان هيعمل هاش لكله. استنى عشان هو عمل هاش لكله اصلا. اها، وعمل هاش لكله. هكتبها لك جنبه names. ماشي، اكتبها لك ايه جنبه يا معلم اهو. ده كده التايب اللي انا هكتب فيه ده اسمه string، هيتشرح في الداتا تايب بالتفصيل، بس عشان بس ايه تبقى معايا بس على الخط دلوقتي. وهنحط فيه مع محمد اهو، نفصل بايه اهو، مثلا خالد. جميل جميل مهم. تمام تمام. طب يا عم انت عملت ديكليشن فاريبل خلاص، تعالى بقى نعمل له ايه console دوت رايت لاين. ماشي اهو، تعالى نطبعه. تعالى يا معلم نطبعه. هنستخدم حاجه اسمها اهو my name is، حاجه اسمها string concatenation. يعني ايه string concatenation؟ هشرحها لك في الفيديوهات الجايه. تمام تمام، تعال نعمل ران كده. معلش اهو. تعالى نعمل رن اهو. بص جاب لك ايه my name is اهو
استنى اكبر لك الكونسول. بص my name is محمد. حلو، هو كده انت عرفت الفاريبل بتاعك. انت كده عرفت ايه؟ عرفت الفاريبل بتاعك. ده حاجه اسمها دايركت ديكليريشن. حاجه اسمها ايه؟ دايركت ديكليريشن، ان انت بتعرف الفاريبل في نفس النص، في نفس السترينج. طب لو انت عايز تعرف الفاريبل بطريقه تانية، بص يا معلم، عندنا طريقه تانية. ايه طريقه التعريف التانية بقى؟ هشرحها لك دلوقتي. هتروح جاي هنا عامل string تاني هنسميه نيم. برضو ما ينفعش، ملحوظه، ما ينفعش لما تستخدم اسم فاريبل تستخدمه تاني. يعني بص، لو انا مستخدم فاريبل نيمز، لو انا عملت فاريبل نيمز تاني، بص ايرور اهو. قال لك ان اللوكال فاريبل ده اهو، لوكال فاريبل فانكشن ده نيمز از already ديفايند، او معمول له ديكلير اصلا جوه اهو قبليه. انت فاهم؟ طب انت عملت هنا هقول له string name ورحت قافله. حلو، ورحت ايه؟ خليته فاضي. معلش انا اسمه ايه ده، خليته ايه؟ خليته فاضي يا معلم. تمام. وجيت قلت له حط لي في النيم ده مثلا اسم احمد. حلو، انت كده ايه؟ انت كده اصلا عملت فاريبل فاضي. حلو، وحطيت جوه الفاريبل ده اهو اسم، عملت له ديكلير، كتبت اسم الفاريبل في الاول. انت كده معمول له دي اهو. ده كده هقول له already declared variable. ده كده معمول له ديكليريشن، بس انت حطيت فيه بقى داتا. حلو اهو، console دوت رايت لاين. هنستخدم السترنج. هنشرح الفيديو الجاي باذن الله حاجه اسمها string interpolation وحاجه اسمها string concatenation. نشرح الاثنين. هقول له the name اهو، the name اهو، ونكتب اسم الفاريبل. تعال نعمل ران كده اهو. بص، جاب لك الاسم اهو. حلو، تمام اهو، جالك قدامك اسم الفاريبل كله تمام. بعد انت مع انه انت معمول له اصلا ديكليريشن، بس انت ضفت فيه. طب انا ممكن اضيف فيه تاني اسم تاني، اقول لك ينفع عادي اهو يا عم. هضيف فيه محمد تاني يا عم، وهرجع اطبع نفس السنتكس كود اهو. هو حط، بص بقى اللي خد باله، هو هنا حط اخر داتا انت مدخلها له. هنا حط ايه؟ اخر داتا انت مدخلها له. يعني عمل زي ريبليس. عمل ايه؟ عمل ريبليس. تمام. ادي هو ده اللي انت ممكن تدخل فاريبل. يبقى تعالى بقى التايب اوف فاريبل ايه؟ تعيدهم سريعا كده. تايب اوف فاريبل اللي انت ممكن تدخل تعمل لك اهو يا عم. سمي الفاريبل ايه؟ اي حاجه، وتدخل له القيمه مباشره، تدخل له الداتا مباشره. اهو انا كده دخلت له الداتا مباشره. طب انا لو عملت فاريبل تاني بس سبته فاضي اهو، سبته فاضي اهو. حلو، بس انا بعد كده عملت له ديكليريشن وحطيت فيه داتا. حطيت فيه داتا كمان اهو، محمد خالد اهي يا باشا، حطيت فيه داتا. حلو، انت لو جيت تعمل طباعه في الكونسول، هاجي اطبع في الكونسول ايه اهو، هاجي اطبع في الكونسول ايه؟ the name is اهو، هنساوي ايكوال، وبعد كده هقول له بلس، ونكتب اسم الفاريبل مثلا. هنطبع ام كي الاول، اهو. حلو، هناخد نفس اللاين كود ده وايه، نطبع. نخلي فيه فاصل بس عشان تشوفوا. بس هنغير اسم الفاريبل ليه ايه؟
الفاريبل تاني. تعال نعمل رن. بس استنى تعال نطبع ايه سيبريتور ظريف كده. سيبريتور بس ايه عشان يفصل بين الدنيا كده اهو، عشان بس يورينا ايه احنا فين. بص اهو اهو عادي، دي التو تايب بتاعت ميكينج فاريبل عندنا. جميل. ده هو ببساطه قوي الفاريبل. طبعا في انواع تاني في الداتا تايب هنشرحها، زي يا عم في حاجه في داتا تايب اسمه انت ده بيشيل ارقام صحيح. هقول له اهو عملت انت، هقول له مثلا ماي انت بيساوي يا عم 1 2 3 4 5 اي حاجه، وجيت عملت اهو عادي في الكونسول، وجيت ايه طبعت مثلا ايه طبعت ماي انت يا عم اهو، طبعت اصلا ايه ماي انت اهو. بص طبع لك عادي. فالفاريبلز انت ممكن بتشيل الفاريبل على حسب الداتا اللي انت عايزها. هيتوضح ليك اكتر يعني حصه الفاريبل ده او الكورس بتاع الفاريبل ده هيتوضح ليك امتى؟ اول لما تخلص الداتا تايب كله. اول لما تخلص الداتا تايب كلهم هتلاقيني انا اصلا عامل لك فيديو حاطط لك فيه كل الداتا تايبس بكل الفاريبلز اللي انت ممكن تعملها بتستخدم الداتا تايب المعينه دي. تمام. ادي ده ببساطه ميكنج فاريبل. احنا استخدمنا داتا تايب واحد اللي هو السترنج، اللي هو النصوص، اللي هي سترينجز النصوص. وده بس كان حاجه بس هنت كده من ميكنج فاريبل. طب هتتقن الفاريبلز امتى؟ اول لما تخلص الداتا تايب. يعني اول لما تخلص الداتا تايب هعمل لك فيديو من ربع لنص ساعه بيشرح لك كل الداتا تايبس in making variable. يعني هشرح لك الداتا تايب in making variable. انت فاهم؟ بس دي كانت ببساطه ايه؟ ببساطه making variables كده، حاجه بسيطه اول لما نخلص الداتا تايبس بتاعتنا. في حاجه في السترينجز هشرحها لكم بس هعملها الفيديو الجاي باذن الله. يعني الفيديو القادم باذن الله هيبقى في السترينجز او في النصوص. بس كده، وده كان فيديو النهارده. استنوا الفيديو القادم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معاكم تري كودر بروجرامينج ويب سكول، ونشوفكم في فيديو جديد.